يا مساء الخير أو صباح الخير حسب التوقيت اللي بتسمعوني بالنهاردة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة جاية اتكلم معاكم عن حاجة يمكن محدش واخد باله منها كتير، أو يمكن بنعملها بصفاء نية واحنا مش واخدين بالنا. هل دي حاجة صحية لينا ولا لأ؟ وموضوعنا النهاردة عن العطاء، وازاي نعرف ان العطاء ده صحي ولا بيستهلكنا وبيستنزف طاقتنا على الفاضي. فكالعادة لو جاهزة الفيديو النهاردة جهزي قهوتك أو مشروبك المفضل، واقعدي في مكان هادي ومريح وتعالي نسمع سوا. خلونا كده نكون متفقين إن أي حاجة في المسار الطبيعي بتاعها اللي ربنا خلقه بتكون جميلة وبتكون صحية، بس لما بتزيد عن حدها وتتعامل مع ناس غلط وقتها بتكون مش صحية وبتكون مش في صالحنا خالص. المشكلة كلها بتبدأ لما العطاء بيتحول عندنا لعادة، فبنفضل ندي وندي وندي من غير ما نقف ونبص كده، هل العطاء ده في مكانه الصح؟ هل الشخص اللي قدامي ده محتاج فعلا؟ طيب هل طاقتي دي أصلا أنا قادرة أدي بيها ولا يدوب هي على قدي؟ ولا الشخص اللي قدامي يمكن بيستغلني ويبتزني بالعطاء والكرم اللي عندي ده؟ زي مثلا واحدة صاحبتك بتتصل بيكي طول الوقت تشتكي، وانتي بتسمعيها وتحلي مشاكلها وتطيبي خاطرها. طيب هل انتي بقى لما بتيجي تحكي معاها او تتكلمي معاها وتشتكي لها، هل هي بتسمعك؟ في الحالات اللي مش صحية الإجابة في الغالب هتكون لأ. يبقى هنا العطاء ده استنزاف ليكي ولطاقتك. فهقولك بقى على شوية علامات لو عندك تعرفي انك بتدي اكتر من اللازم. اول حاجة، بتحسي دايما انك مرهقة نفسيا وعقليا بعد لما بتتعاملي مع شخص معين. وتاني حاجة، عمرك ما بتلاقي رد فعل مساوي، يعني مثلا انت بتدي طاقة او عطاء 100%، فبيرجعلك منهم من الشخص اللي قدامك 10 بس في المية. بتضطري طول الوقت تعملي حاجات فوق طاقتك علشان اللي قدامك يرضى عنك. بتحسي دايما انك اخر اولوياتهم بالرغم ان هم اول اولوياتك. لو العلامات دي موجودة عندك يبقى انتي اكيد بتدي اكتر من اللازم، وبتدي كمان لاشخاص غلط وما يستاهلوش. طيب احنا ليه اصلا بنعمل كده؟ الحقيقة او الصراحة ان في اسباب كتير للموضوع ده. أول سبب من الأسباب دي هو الخوف من الرفض. بتحسي أوقات إنك لو بطلتي تكوني معطاءة الناس هتبعد عنك أو مش هيحبوكي، أو إنك اتربيتي مثلا على نظام التربية اللي بيقولنا إن احنا لازم نرضي الكل ونكون كويسين مع الكل، وما ينفعش نعترض أو نرفض طلب لحد. وهنا احنا مش بنكون معطائين، احنا بنكون فاكرين إن احنا معطائين، بس في الحقيقة احنا بنبقى خايفين، خايفين إن احنا نقول لأ. ما تعودناش نرفض علشان ما نزعلش حد مننا، وعلشان كمان نكون محبوبين طول الوقت، وده اللي في الغالب كلنا أو أغلبنا اتربينا عليه. فلما كبرنا فكرنا إن احنا كده معطائين وبنحب الخير للغير. ده غير بقى الإحساس بالذنب لو قلتي لحد لأ أو رفضتي طلب لحد، لأنك كده هتبقي إنسانة أنانية أو مش كويسة. وآخر حاجة بقى هي حبك الزيادة للناس. بس هنا في ملحوظة محدش واخد باله منها، إن مش كل الناس تستاهل الحب الزيادة أو العطاء الزيادة. والحقيقة إن السبب الأساسي لتصرفاتنا دي هو إننا رابطين قيمتنا في الحياة بالحاجات اللي احنا بنقدمها للناس. بنحس بالرضا عن نفسنا من عيونهم ومن رضاهم عننا، وده غلط، لأن احنا المفروض نتحب بحقيقتنا، بالتكوين اللي ربنا خلقهولنا وكونا بيه. واللي مش هيحبنا بحقيقتنا دي احنا كمان ما يلزمناش حبه في أي حاجة. في غيره هيجي وهيحبنا بحقيقتنا، ووقتها أنا لما أحب أعطي هعطي في حدود قدرتي، أو لما أكون قادرة وأكون فعلا بعملها عن حب مش عن جلد ذات أو عن تأنيب ضمير أو عن خوف. ولما بيكون كمان في مقابل محترم ويكون في تقدير. ولو الشخص اللي قدامي كمان بيحبني بحقيقتي مش هيبقى مرتبط عنده أنا اديت أو لأ، هو كده كده الموضوع مش مرتبط خالص بالعطاء اللي أنا بديه. لازم نكون متوازنين، والتوازن هنا مش معناه إن احنا نبطل نعطي، ولكن معناه إن احنا نحط حدود، نتعلم نقول لأ. لو حد طلب منك حاجة فوق طاقتك بكل بساطة قولي لأ مش هقدر دلوقتي، معلش مش قادرة. وقسمي طاقتك، جزء لنفسك، جزء لشغلك، جزء لعيلتك أو للناس اللي فعلا تستاهل في حياتك، زي أهلك، إخواتك، أصحابك اللي انتي عارفة إن هما فعلا كويسين ويستاهلوا. وأحيانا حتى لو كانوا أهلك ذات نفسهم اسألي نفسك هل أنا فعلا قادرة أعمل ده؟ لأن في نوعيات من الأهل بيحاولوا يستغلوا أولادهم علشان يرتاحوا هما. فشوفي إذا كان عطائك معاهم بيستنزفك،
ولا عطائك معاهم عادي في حدود بر الوالدين وحياتك مش متعطلة وطاقتك مش مستنزفة؟ وأهم حاجة بقى اعرفي قيمة نفسك. انتي قيمتك مش مرتبطة بالعطاء أبدا، قيمتك فيكي انتي كإنسانة كويسة بتحبي الخير لغيرك، مش بتأذي حد ولا بتظلمي حد. عارفين في الطيارة المضيف بيقول لو حصل أي ظرف طارئ حط الماسك لنفسك الأول قبل اللي جنبك. ليه؟ علشان لما انتي هتنقذي نفسك بعد كده هتقدري تنقذي اللي جنبك. وهي بقى نفس الفكرة في حياتنا، لازم نحافظ على نفسنا الأول علشان نقدر نحافظ على اللي بنحبهم أو على اللي جنبنا ونقدر نحميهم. في بنات كتير بيبقوا في علاقة سواء صداقة أو حب والعلاقة دي بتكون بتستنزفهم، فبيقرروا إن هما يبطلوا يدوا حب أو يبطلوا يدوا اهتمام، وبيتفاجئوا وقتها إن الشخص التاني إما إن هو اتغير 180 درجة أو إما إنه مكانش يستاهل العطاء أصلا. فهنا بنقول كفاية عطاء زيادة، مش كل اللي يمدلك إيده تساعديه. أوقات كتير الشحاتين في الشارع مش بيكونوا محتاجين فلوس أو مش بيكونوا محتاجين مساعدة، بالعكس ده هم ممكن يكونوا أغنى منك انتي أصلا ذات نفسك. كذلك بعض الناس في حياتنا مش محتاجين مساعدة، بس هم اتعودوا إن هم يكونوا متسولين ويطلبوا من الناس اللي حواليهم. فركزي ونقي واختاري، وما تديش لحد فوق طاقته ولا تدي لحد أكتر من طاقتك انتي كمان، ولا على حساب نفسك. اعملي الخير وساعدي الناس من كل قلبك فعلا، بس مش وانتي مغمضة. خليكي دايما مفتحة عين عقلك قبل ما تكوني مفتحة عينك الحقيقية. العطاء مش معناه انك تدي كل اللي معاكي وتقعدي انتي فاضية. العطاء الصح بيخليكي سعيدة، بيخليكي فخورة بنفسك، لكن مش مكسورة ومستهلكة ومتهالكة. افتكري دايما برضو ان نفسك ليها عليكي حق، وان هي اولى الناس بيكي وبعطائك. وبس كده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.